الفيديو ده من قبل ما اتكلم في اي حاجه، فانا حابب اشكركم شخص شخص، وده لان عيلتنا بتكبر ووصلنا اخيرا 10,000 اخ واخت على القناه، ودي بفضل ربنا وبفضلكم مجرد بدايه. وبما اننا بنحتفل فانا كان لازم اجيلك بخبر مش سهل برضه، هو ان سامسونج اخيرا نزلت بموبايلين واللي هما الاي 37 وكمان الاي 57. ومن الاخر انا مش جاي اقول لك شويه مواصفات وخلاص، لا ده انا حرفيا هحطك مكان المستخدم الفعلي عشان لما تدفع فلوسك تبقى عارف انت شاري ايه بالظبط. فسريعا طبعا عشان نكبر عيلتنا اكتر واكتر، فما تنساش لايكك وسبسكرايبك، ويلا بينا نبدا على طول. خلينا نبدا بسامسونج اي 37. وعشان يكون عندنا العلم يعني الموبايل ده يعتبر التطور الطبيعي للاي 36، بس سامسونج هنا ركزت على تحسين التجربه الفعليه في ايدك. وده لما نبدا نبص في الديزاين ونشوف معيار الامان، فانت اول ما تطلع موبايل وتحطه في ايدك اصلا هتحس بوزنه ال 196 جرام، والتخانه بتاعته اللي تعتبر 7.5 مللي او 7.4 مللي. كمان الظهر جاي من الجزاز الفخم محمي كمان بطبقه الكورنينج جوريلا جلاس فيكتوس بلس، وده بيديك احساس بريميوم وانت ماسك الموبايل. بس الفريم هنا اللي لسه مازال من البلاستيك، وانت كمستخدم انت متامن تماما بشهاده الاي بي 68، يعني لو الموبايل غطس منك في الميه المتر ونص لمده نص ساعه هيطلع شغال معاك ولا كأن حاجه حصلت. وبما اننا جبنا سيره التصميم، فانت عندك من الموبايل ده متوفر 4 الوان، اللون الرمادي واللون الاخضر الغامق وكمان اللون الابيض واللون البنفسجي، فهي ازواج وانت شوف اللون اللي انت حابه. نسيب بقى الديزاين خلص ونبدا نروح نشوف الاستخدام الفعلي، وهنبدا طبعا بالشاشه واللي هتلاقيها هنا مسطحه تماما سوبر اموليد بحجم 6.7 انش، وكمان بكواليتي الفول اتش دي بلس، والريفرش ريت بتاعها بيوصل لل 120 هرتز، فدي بتخلي اي حركه معاك ناعمه جدا. وعشان اديك التجربه الفعليه، فسواء انت كنت قاعد في التكييف او ماشي في عز الشمس، فالشاشه دي سطوحها بيوصل لل 1900 نتس، فتقدر تقول كده انك هتشوف الشاشه دي بوضوح تام في اي مصدر اضاءه ممكن تمر بيه. وكمان الشاشه عليها طبقه حمايه من الفيكتوس بلس، وارخم عيب ممكن تشوفه هي ان الحواف لسه ما زالت كبيره نسبيا، ولو كانت اصغر من كده بشويه كانت هتفرق كتير في شكل الشاشه. بس مجملا طبعا ده ما يمنعش انك هتاخد افضل الوان وهتاخد تجربه مشاهده افلام او مسلسلات او العاب ما فيهاش نقاش، واحنا كده كده عارفين شاشات سامسونج. طب نسيب بقى الشاشه ونروح للمعالج، المكنه اللي هتشغل لك الموبايل. اقول لك ان الموبايل شغال بالاكزينوس 1480، وده جايب معماريه 4 نانو. ولو انت ملاحظ حاجه في المعالج اللي احنا شايفينه النهارده ده كان موجود معانا في الاي 55، وده طبعا اداؤه اليوم ممتاز ومستقر جدا، بس كاستخدام عنيف في الالعاب هتحس ببعض السخونه في الظهر مع الضغط الشديد، وده بسبب ان الظهر برده جاي من الجزاز، فاي حراره هتصدر من الموبايل ده انت هتحس بيها بسرعه. كمان الرامات هنا جايه سريعه من ال بي دي ار 5 اكس، ومساحه التخزين بتوصل هنا لليو اف اس 3.1، وده طبعا بيدي لك فتح ابلكيشنز سريع جدا وتنقل والحوارات دي كلها، يعني فكسوفت وير عموما هتاخد منه اداء ممتاز. نسيب الاداء والمعالج ونروح للكاميرات، وعايز اقول لك بصراحه يعني التجربه بتاعتها ممتازه، بس خلينا في الاول كده نفصص كاميرا نشوفهم بيقولوا ايه. عندك الكاميرا الاولى والاساسيه دي 50 ميجا بكسل، وبتدعم لك كمان مثبت بصري او اي اس، والميزه الافضل هنا بصراحه ان المعالج بيعالج لك الصور والفيديوهات بشكل احسن بكتير عن الموبايلات اللي كنا بنشوفها من سامسونج. وعندك كمان كاميرا ثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل، وده طبعا للناس اللي بتحب تصور تصوير واسع كتير. والكاميرا الثالثه 5 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الماكرو. تقلب وتشوف الكاميرا السيلفي فهتلاقيها 12 ميجا بكسل، وعايز اقول لك من الكاميرات كلها عموما هتاخد الوان بتطلع مشبعه تماما، وده يرجع زي ما قلت لك للمعالج اللي بيعالج الصور والفيديوهات كويس. وبما اننا جبنا سيره الفيديوهات، فتقدر تصور فيديوهات هنا كمان لحد ال 4K، بس اخرك 30 فريم في الثانيه، وطبعا دي كواليتي مش قليله وتقدر تعتمد عليها كليا لو انت واحد صانع محتوى وبتصور فيديوهات للمنصات بتاعتك. ونسيب دلوقتي الكاميرا خلاص ونروح للبطاريه، واللي عندي فيها استفسار بصراحه، انا مش عارف ليه سامسونج لسه متمسكه ببطاريه 5000 ملي امبير اور. ايوه هي كده كده بتعيش معاك مده كويسه، ومع المعالج اللي بمعماريه 4 نانو فده بيوفر لك برضو اكتر في البطاريه، بس يعني لو كانت الساعه ككل زادت شويه كنت هتاخد مده اطول، وده كان يرجع لصالحك انت في الاخر. وكمان هتلاقي البطاريه دي بتدعم لك سرعه شحن 45 واط، ودي بصراحه انا شايفها كويسه، هي مش الافضل من ضمن المنافسين ولا الاسوأ برضه، يعني هي حاجه كده بين البنين. وتعالى كده ابسطك شويه في اللي احنا لسه هنعرفه ده. اولا انت عندك السماعات هتاخد منها تجربه صوتيه ممتازه اذا كان في الافلام او الالعاب، وده بفضل ان السماعات هنا جايه ستيريو وبتاخد منها صوت مجسم ونقي جدا. اما من ناحيه المستشعرات فخلينا نبدا نشوف البصمه، واللي هتلاقيها مدفونه تحت الشاشه وادائها صاروخي. بس لما نروح لباقي المستشعرات اللي بيدعمها الموبايل ده ارجع واقول لك يا فرحه ما تمت، وده لانك عندك مستشعر التسارع والقرب هنا عن طريق السوفت وير، لكن عندك مستشعر البوصله او الجيروسكوب هاردوير، ومش عارف ازاي موبايل بالسعر ده يكونوا بيتهاونوا فيه ويحطوا لك فيه مستشعرات سوفت وير والكلام ده كله. بس عموما كده كده احنا عارفين حتى لو سوفت وير من سامسونج فهو كده مش هيغلط، ونادرا لما تلاقيه هيسمعك. الموبايل كمان في مايك اضافي لعزل الدوشه، وكمان دعم لك للان اف سي. ونروح لميزه قويه برضه واللي هي الايسم، والاقوى من الايسم ان الموبايل بيجي لك بالاندرويد 16 مع واجهه الوان يو اي 8.5، وهيفضل يجي لك تحديثات لمده 6 سنين كامله. فمن الاخر تشتري الموبايل وتنسى انك عايز تجدد اصلا الموبايل لمده 5-6 سنين مرتاح. فخلاص الكلام اللي قلت لك ده كله، الموبايل بيجي لك بظهر من الجزاز، مقاومه اي بي 68 ممتازه، معالج خرافي طبعا، وبيساعد معاك في الكاميرا، بيعالج
الصور والفيديوهات بشكل كويس، ودعم 6 سنين تحديثات مع اسم كده وشويه حبشكنات تاني بتخلي لك الموبايل ده ممتاز. اما من ناحيه العيوب، فالعيب اللي انا لسه ما جبتش سيرته دلوقتي واللي انتوا اكيد متوقعينه، وهي ان العلبه ما زالت فاضيه، مفيش في العلبه اي حاجه حرفيا غير الموبايل ودبوس السيم كارد والوصله، واي حاجه تانية مكملات للموبايل فتحتاج انك تشتريها مخصوص. كمان وزود على العيب ده ان الحواف بتاعت الشاشه كبيره شويه، والعيب التالت انك ما ينفعش تركب كارت ميموري، وده اكيد مش هيفرق معاك يعني لو انت اشتريت نسخه عاليه شويه. وده اللي هنعرفه في اسعار النسخ دلوقتي، وبعد زياده الاسعار اللي احنا عدينا بيها فهتشوف ميزانيتك هتحكمك في انك تشتري موبايل بسعه تخزينيه عاليه ولا هتضطر انك تشتري اول نسخه وكفايه. اولا انت عندك هنا 3 نسخ بس كده، نبدا واحده واحده نشوف النسخ دي بتقول ايه عشان ما تتصدمش بالاسعار، لان عايزك تتصدم واحده واحده. عندك النسخه الاولى ال 128 مع 8 رام ودي بسعر 21200 جنيه، ودي اول صدمه. وتاني صدمه انك عندك النسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 24200 جنيه. اما ثالث صدمه فانت عندك فيها 256 مع 12 رام ودي بسعر 27200 جنيه. طبعا زي ما انت ملاحظ دلوقتي كل الاسعار بالدولار موجوده قدامك، عشان لو انت واحد من بره مصر وبتاع تلاقي برضو السعر بالدولار معاك، تاخده وتشوف كده العمله بتاعتك بتقول ايه وتبدا تشوف الاسعار عندك عامله ازاي. الا اما طبعا ان كل النسخ دي في مصر جايه ضمان محلي، ما هو اكيد مش هتكون ضمان دولي وبالاسعار دي. فالمهم خلينا نطلع على طول على الموبايل الثاني ونصدم برضو مع بعضنا في اسعاره لما نخلص كلامنا عنه. بس طبعا يعني الاي 57 ده بقى الموبايل اللي معمول للناس اللي بتعشق الشياكه وعايزه احساس الفلاج شيب الصريح. يعني اشوف الموبايل في ايدك كده، لا يا باشا ده فلاج شيب خلصت. وده اللي هنشوفه من ناحيه الديزاين. انا عايزك تنسى اي حاجه انت مسكتها قبل كده، لان الموبايل ده يعتبر من ارفع واخف الموبايلات في الفئه بتاعته. التخانه بتاعته 6.9 مللي بس، ووزنه 179 جرام. ايوه هنا الجرام يفرق، ومسكته في الايد مريحه لابعد الحدود، ده غير انه خفيف معاك يعني. الفريم كمان هنا من معدنين الومنيوم مش بلاستيك زي ما احنا شفنا في الاي 37، والظهر كمان جاي من الجزاز ومحمي من الفيكتاس بلس، وطبعا بيجي لك بشهاده الحمايه الاي بي 68. دي شهاده برده ما فيش بعدها نقاش. انا اقول لك برده انك عندك 4 الوان من الاي 57، اللون الكحلي واللون الرمادي واللون السماوي واللون البنفسجي، ودي ازواج برده ترجع لك انت على حسب انت حابب اي لون فيهم. وخلينا نروح للشاشه، واللي هتلاقي الشاشه هنا جايه سوبر اموليد بلس. لا انا عايزك تتصرف معايا الكلمه اللي انت سمعتها دي، ايوه كلمه بلس، ودي تحسها جديده عليك شويه. عموما انا عايز اقول لك حرفيا لو انت بتشوف فيلم او مسلسل انت تحس ان اللي في الشاشه دول اصلا هيطلعوا لك من الموبايل، وده من كتر ما انت واخد الوان مشبعه وواضحه وبكثافه بكسلات عاليه. فلا بصراحه انا كده كلامي عن الشاشه دي مش هيديها حاجه. المهم الشاشه دي كمان بتجي لك بحجم 6.7 انش وبتوصل معاك ل 120 هرتز، ده غير انها كده فول اتش دي بلس. الفرق هنا كاستخدام فعلي لما تجرب الموبايل هتلاقي الحواف اقل بفرق واضح عن الجيل اللي فات، ده غير ان الشاشه كمان بتدعم لك الاتش دي ار 10 بلس والسطوع بتاعها بيوصل ل 1900 نتس. فانت واخد كولكشن في الشاشه دي يعني هيخليك مبهور وانت بتتفرج على اي حاجه. وكفايه كلام عن الشاشه ونروح على الاداء والمعالج. وبصراحه التطور هنا محترم. الموبايل بيجي لك بمعالج الاكزينوس 1680 وده بمعماريه 4 نانو وبيديك اداء صاروخي طبعا، والاهم ان التبريد هنا احسن بكتير عن الاي 37 لما قلت لك انك هتحس بالسخونه. فلا انت هنا هتحس باستقرار اعلى ومفيش سخونيه هتعمل لك دوشه مع الاستخدام العنيف. عايز اقول لك انك هتسكرول براحتك، تلعب العاب براحتك، مهما كان لما تضغط على الموبايل ده لا هتلاقيه برده لسه مقدم معاك وما فيهوش اي مشاكل. ونسيب المعالج ونروح نشوف الكاميرات، ولا هتلاقي هنا التجربه بتاعتها ممتازه. انت عندك الكاميرا الاولى والاساسيه دي 50 ميجا بكسل بتدعم لك مثبت بصري او اس، والكاميرا الواسعه الالترا وايد هنا كبرت ل 12 ميجا بكسل مش 8 زي الجيل اللي فات. وعندك الكاميرا الماكرو 5 ميجا بكسل وكمان كاميرا سيلفي 12 ميجا بكسل. والميزه الجباره هنا طبعا ان الكاميرا مدعومه باي اي زي خاصيه البيست فيس وخاصيه الاوتو تريم، ودي حاجات برضه نسيبك تستكشفها كده مع نفسك لما تشتري الموبايل. العيب الوحيد انه موبايل بالسعر ده ما فيهوش عدسه تيليفوتو، بس يعني تقدر تعمل زوم لحد 2 اكس وتصور بورتريه محترم، وده بالعدسه الاساسيه من خلال السوفت وير. يعني الاخر كانك بتعمل كروب للصوره بس بتاخدها بتفاصيل محترمه شويه، وكمان بتقدر تصور فيديوهات لحد 4K 30 فريم في الثانيه. البطاريه برضه ما فيهاش اي تغيير، نفس ال 5000 ملي امبير مع نفس سرعه الشحن 45 واط. ومن حيث السماعات فالصوت هنا جاي ستيريو ومجسم ونقي جدا، فمن الاخر يعني بيليق بتجربه الشاشه البلس اللي احنا لسه اتكلمنا عنها. اما من ناحيه المستشعرات فانت عندك طبعا البصمه تحت الشاشه صاروخيه، والمستشعرات كلها هنا هاردوير، ما عندكش التسرع والقرب سوفت وير زي ما شفناهم في الاي 37. عندك طبعا NFC واي سيم، والميزه الاهم ان الموبايل بيجي لك ب6 سنين تحديثات اندرويد، فتضمن الموبايل ده يعيش معاك سنين مرتاح. ومن ضمن عيوبه بس انه ما فيهوش مكان للكارت ميموري، ولازم انك تشتري له باقي مكملات العلبه، لان العلبه هنا تعتبر جايه فاضيه ما فيهاش غير الموبايل ودبوس السيم كارد والوصله. وبعد ده كله وبعد زياده الاسعار فخلينا اقول لك كده تعالى نتصدم مع بعض. طبعا انت عندك الاسعار كده بتبدا ببسم الله يلا 27500 جنيه، ده الايه ده لنسخه ال 256 مع 8 رام. اما النسخه الثانيه فاحنا لسه بنسخن، يعني النسخه دي ب 30500 جنيه ودي النسخه ال 256 مع 12 رام. اما النسخه الاخيره ال 512 مع 12 رام فده رقم كابوس بصراحه، يعني 36500 جنيه على كل المواصفات اللي احنا قلناها، وكل النسخ دي طبعا ضمان محلي. انا مش عارف بصراحه ايه النطه الغريبه اللي نطيناها في الاسعار دي، بس يلا دعواتكم يمكن الاسعار تنزل، بس ده احتمال بعيد بصراحه. خليني برضو قبل ما انهي معاك الفيديو اديك الخلاصه واقول لك تشتري ايه، عشان يعني يمكن في الكلمتين دول تعرف توفر لك قرشين من اللي معاك. لو انت حرفيا بتدور على موبايل يعيش معاك سنين وتصوير حلو وبطاريه بتسد ومش فارق معاك
فريم البلاستيك، فلا يا باشا انت خش على الاي 37 هيوفر فلوسك وهيديك تجربه يعني تكاد تكون 90% او 95% من اللي انت هتشوفها في الاي 57. اما لو انت واحد مش فارقه معاك الفلوس حرفيا، هدفك شياكه وفريم الومنيوم والموبايل ما بيسخنش منك والحواف بتاعت الشاشه اقل بكتير، فلا خلاص ادفع الزياده وهات لك الاي 57 وانت مطمن. الاهم من ده كله طبعا انك تنزل دلوقتي تحت في الكومنتات تكتب لي ميزانيتك واستخدامك وانا ارشح لك افضل موبايل مناسب ليك. والاهم من كده انك ما تنساش لايكك وسبسكرايبك علشان نكبر عائلتنا اكتر واكتر، وعلشان ما تطولش عليك اكتر من كده، فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.